حبيت نحكي شوية على الفلاحة التونسية. الفلاحة في تونس عندنا حسيلو عندنا 10% من الفلاحة التوانسة يبس عليهم من كبار الفلاحين، و90% من الفلاحة التوانسة هما من صغار الفلاحين. هل 10% من كبار الفلاحين يملكوا بريسك 90% من الأراضي الفلاحية الموجودة في تونس. بركونت 10% ال 90% من الفلاحة الصغار يملكوا في 10% البقية. دونك مثلا فما واحد ديما يسالني يقول لي كيف تصير عمليه، مثلا واحد عنده صبه نتاع تفاح ولا خوخ ولا كيف تصير. تصير كالاتي، مثلا هو فما زوج طرق. اما مثلا يبيعها بالكيلو، يجمعها ويبيعها بالكيلو، معناتها يحط كل كاليبر وحده. مثلا كيما في التفاح فما لي كاليبر سويفون، فما سقاطه، فما بروميي شوا، دوزيام شوا، تروازيام شوا، وفما الجروس. الجروس هو التفاحة الكبيرة اللي تنجم توصل حتى طن. دونك بعد يجي يبيعها بالكيلو، يجي الخضار اللي هو يبدا يشري بالكيلو على حسب كيلو، كل كيلو بقدر السم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يبيعها شيلة بيلة. دونك وقت يبيعها شيلة بيلة يجي الخضار يدور في الثانية، يقيمها ويعطي فيها سوم. فما اللي يقول لك مثلا اخرج انت على برا، تنجيب انا على العساسه نتاعي ونجيب اللي يجمعوا، ونجيب شكون يعملوا يترجوا لي، وشكون يعملوا له بعد يزلزوا لي. خاطر في العمليه الجمعان بعد ما تجمع التفاح مثلا يترج معناتها نشوفوا انه هو التفاح الباهي وانه هو التفاح الخايب. يسوفي مثلا تفاحه فيها ضربه واحده واللي ما عادش يدخل الفريق. دونك هذيك عملية التريج يسمى. وبعد عملية التزليز هو التفاح يتحط في البلاتوات وعلى حسب الكاليبر. هما ديما جينيرالمون يجيبوا عباد مختصين اللي هما يخلصوا بالكدا، اللي هما يعملوا العملية الترياج والعملية هذه التزليز. خاطر مرات مثلا كيما تفاحة كيما هكا تبدا فيها مجرد نكتة صغيرة، معناتها حتى مرات ما يفتونش بها هكا، النكتة الصغيرة هذيك فيها سوسة تمرض اللي بجنبها ما تدخلش الفريق. دونك ديما بعد عملية وقت تحضر الصبا فما برشا مصروف لازم يكون على الفلاح، اللي هو مصروف متاع الجمعان، ومصروف متاع التيراج الترييش، ومصروف متاع التزليس. عاد ديما وبعد كان اما كانش يبيع وحده، لازم بعد يمشي يهبط بالقصعة ويجيب الشقف، وبعد يزلز، وبعد يعاود يرجع بالقصعة. دونك ويستنى حتى يبيعوا. دونك العملية البيعان الصابة عملية ياسر فيها وقت، فيها برشا. دونك ديما يخير الفلاح يبيع صابته، يحيب صحته. هذا عام السنة شنو صار مع اللي صار، هو انه هذوما الخضارة ما عادش يحبوا يجيو. ليش ما عادش يحبوا يجيو؟ خاطر وقت يجيو يعرضوهم الشرطة في الثنية ويعملوا لهم مخالفة ويعاقبوهم على اساس انا حتى ارهابيين، يقولوا لهم السلعه لازم تهزوها للمارشي جروب. كيف زاد جماعه الفريق ولاو ما عادش يحبوا يدخلوا التفاح في الفريق، وخاطر ضربتين زادمين عليهم على اساس انهم يحتكروا. اور هما انا نعتبرهم عباد يعملوا في المخزون الاستراتيجي. عاد توا عام السنه الفلاح في جهه كيف، خاصه جهتي جهه الكسور هذا حاسيلو صار فيه المطر ما فماش، الحجر كلالو قلبه. وفوق الزيادة القوانين هذيا اللي جديدة، معناتها الخضار ما عادش ينجم يجي يشري له، الفريقو ما عادش ينجم يحطو، دونك حاصروه محاصرة كبيرة. باش نعطيكم فكرة على الفلاح قديش يصرف على تفاحة يوصل يداويها بالعشرة بال 12 مرة، غير لأنه لازم يعطيها الدواء، غير لأنه لازم يصبرها، غير لأنه لازم يحرثها، غير لأنه لازم يسقيها. تخيل الفلاح هذايا مع العوام العام هذايا اللي هو فيه جفاف وفيه حجر يكمل علينا بالقوانين هذه البائسة، لأنه لازم الخضار ما نجمش يشري ونجمش الفلاح يحطه في الفريكو. دونك نرجو معناتها للسلطات المعنية بالأمر تفكر في القوانين هذه، وخاصة أنه ماذا بيا المستشارين تاع الرئيس ولا هل يحكموا في البلاد يكونوا ولاد الميدان، معناتها يكونوا بالحق فلاحة. خاطر المثال يقول لك ما حسب الجمرة كان اللي يعفس عليه. يجي لي واحد قاعد في بير وحياته كامله شيء ما فيه، ما يعرفش حتى شمالتها صب، ما يعرفش معناتها حجر، ما يعرفش معناتها دواء، ما يعرفش لانه فما دواء مغشوش. فما عندنا برشا دواء مغشوش، تلقاه تشريه غالي ومغشوش ما يصلح بحتى فرنك. هذا كل ما يعرفوش. بيجي بعد يخرج قرارات يعطيه اللهم صل على النبي عليه،
وهو خاطر راقد عايش في العسل، شيء ما فاهم من الدنيا. دوك بربي يثبتونا في القوانين، وخلي الفلاحة تعيش، خلي زاد الخضارة تعيش. يقول شبيه المستهلك ايش يعيش، حتى هو المستهلك يعيش. ديما اللي عدل السوق هو عملية البيع والشراء، مش السلطة والقوانين والواحد. دوك السلام عليكم، وعز البني يحييكم.